السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كلشي بخير؟ عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم هذا الشهر الفضيل باش ما تمنيتو ان شاء الله بالخير والتيسير والفرحه وكل حاجه زوينه ان شاء الله. هنا غنشارك معكم نهاري كيف دوزتو، شنو درت فيه، وصفات بسيطه وسهله. هذه عجينه البيتزا كدا تشوفوا، خليتها ترتاح الجنتة وخليتها ترتاح مزيان مزيان مزيان. من بعد هويتها ودابا غادي نقسمها. هنا عجنت كونتيتي شويه كتيره باش تبقى ليا في الكونجيلاتور وقت ما بغيتها نلقاها. انا كنقسم العجينه على كرات وكنحاول نلويهم نديرهم في السلوفان. غنخدم بجوج الحبات ان شاء الله، والباقي غادي نخشيه في الكونجيلاتور كيف قلت لكم. وقت ما تشهيت البيتزا ونويت انني نديرها غادي نجبدها نخليها تطلق ونخدم بها كانني يلاه عجنتها. هنا خلينا نخليهم يرتاحوا شويه من بعد ما لولبتهم شويه يرتاحوا. هنا جبت القمح، كان عندي الفينو مسالي وحتى القمح كتجيبيه زوينه يعني باش ما طلقتوها. المهم كيساعدني انه يطلق ليا لاباط شويه. كنبدا نطلقها بهذه الطريقه. ديجا لاباط راه خفيفه كتعطيكم الطوع فيما زعما كيف ما دوزتوها كتعطيكم الطوع. هنا غندير هاد البيتزا ان شاء الله العشاء حيت ما كيفطرش معايا الزوج ديالي، وانا غندير فطور بسيط عادي غير حيت كنفطر بوحدي، ما غندير شي حاجه سبيسيال. المهم هانتوما غتشوفوا شنو غندير ان شاء الله ونشارك معكم فطوري البسيط. هنا من بعد ما طلقتها غنطيبها نص طيبه كيف العاده كده تشوفوا معايا. انا ديجا هادي راه بغيتها للعشاء وغنوجدها نطيبها نص طيبه ونعمرها ونخليها. ملي يقرب الزوج ديالي يجي نسخن الفران يكون على درجه حراره مرتفعه وندخلها طيب وتخرج. هنا غادي نشارك معكم الحريره هي لقطات. هي هنا دوارتها كنتسنى الدقيق شويه يطيب وغاهي غتوجد معنا ان شاء الله. درت فيها شويه ديال اللحم مقطع باش يعطينا واحد اللمسه واحد البنه وهذا الشيء اللي كاين. درت هنا في البيتزا صوص طوماط وغندير الفرماج من فوقها. هاد رمضان تيكثروا علينا الوصفات بدا تعرفي اش كديري. المهم زعما ما كتكونيش مقرره اشنو ديري تطيح في بالك شي حاجه تنوضي ديري هذيك الساعه. المهم هنا درت الفخوماج. هنا القريعه قطعتها دواور رقاق حيت ما غنسوطيهاش، مالفا كنسوطيها شويه مع ملحه وبزار والثومه والزعتر. هنا قطعتها رقيقه وغادي نديرها ديريكت كطيب. حتى الا درتيها هكا كطيب وكتجي زوينه. كنوزع عفوا كنوزع هذيك القريعه على البيتزا كامله. من بعد قطعت الفلفله بنفس الطريقه حتى هي ما سوطيتهاش، قطعتها رقيقه وغنوزع على البيتزا. كي تشوفوا معايا دايره واحد البيتزا صغيره لولدي. وهادشي اللي كاين البنات. نتمنى نال اعجابكم هاد البيتزا. هنا درت الطون كنفضل انني ندير الطون ديال المطيشه كيجي زوين في البيتزا احسن من الطون ديال الزيت. الطون ديال الزيت كينشف شويه مع الفران. هنا كنوزع واحد شويه ديال الكروفيت من الفوق
ومن بعد غادي نعاود ندير الفرomاج الموتزاريلا. كنستمر على هذه الطريقه حتى نكمل البيتزات كاملين. من بعد هنا شديت الخبز ديال الطوست ودرت عليه سميتها الكفته، وكنقرصها بهذه الطريقه. غندير معكم كاسادياس درتها هي بالكفته والفرomاج. كاين اللي كيديرها بالخضار، كاين اللي كيديرها بالبيض، يعني هي وصفه سريعه. كنطيب هذيك الكفته بهذه الطريقه، ومن بعد ملي كنحس بالكفته طابت كنقلبها، يعني هذه راه حتى قربات المغرب تقول الله اكبر ووجدتها. كندير شويه ديال الفرomاج احمر وهو يعني دزت لكم الفطور ديالي. الفطور ديالي بسيط، كتجي معلكه وزوينه، وداك الفرomاج كيجي والكفته كتجي طيبه ما ناشفاش وما كتجيش كتفرتت الا درتيها هكا بهذه الطريقه مقرصه. كان هذا هو الفطور ديالي، عويصير وبريري تاع اتاي حريره، شويه ديال البريوات الشباكيه، بيض، تمر، يعني فطور بسيط. من بعد ما فطرت، من بعد ما جا الزوج ديالي وداكشي، سخنت الفران وطيبت البيتزا كي تشوفوا معايا. ها هي وجدات، كتجي محمره مقرمشه وكتجي لاباط خفيفه. انا غنقطعها معكم تشوفوها ونتمنى انكم تجربوا الطريقه. ديجا لاباط راني مشاركاها معكم، وصوص طوماط يعني كاينه في القناه ديالي. رجعوا للوصفات القدام وجربوا وردوا عليا الخبار. كتجي شيشه هاد لاباط خفيفه، ما كتقساحش، ماشي ديك البيتزا اللي كديريها في الفران وكتخرج من بعد كتجي بحال مشمشه قاصحه ما زيناش. يعني كتبقى واخا طبات عندكم وتعاودي تسخنيها كانك يلاه صوبتيها. ايوا هادشي اللي غنقول لكم البنات. هانتوما كي تشوفوا لاباط راه خفيفه مبرمله، وكتجي ديك الخضيره هكاك طايبه واخا ما صوطيناهاش كيف قلت لكم. ايوا كان هذا هو عشيوه ديالي. كنتمنى ينال اعجابكم الفيديو، ونتمنى تدعموا هذه القناه الصغيره البسيطه وتبارطاجيوها مع الاحباب ديالكم والاصحاب. ورمضان كريم باش ما تمنيتو ان شاء الله. غادي نشارك معكم وصفات ان شاء الله في هذا الشهر، وصفات سريعه ان شاء الله. كنتمنى تبقوا متابعين هذه القناه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.